بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد. قصة الحقيقة يعني رويت من قبل الراوي أبو طلال الحمراني في الكويت، قصة جميلة جدا وجازت لي وأنا أبى أجيبها لكم. وكون الإنسان يروي قصة سبق قيلت، هذا نظام المجالس، تسمع القصة وترويها في مجلس آخر للإفادة، وأجرها إن شاء الله يرجع على راويها ويرجع على من صارت عليه. وهذا الأصل في المجالس هو انتقال القصص. وأنا صح. والله حتى كثير من الناس يتصلون علي قلت أبدا مسموح انقل أي قصة عني، والقصد إدخال السرور والأناسة والفائدة. وأنت قلتها أبو عبد العزيز، اللي يروي ما هو جايب شيء عن نفسه ولا شيء من راسه، ولا ثاني يكذب. هذه موجودة للناس ولا هي ملك لأحد، ملك للناس نستفيد منها. يا أخي القرآن نروي عنه ونروي عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدة روايات وبعدة أساليب. صحيح. وهذا الأصل. نعم. هذا الخالد من أهل الكويت ومتزوج وعنده ولد، وخواله من العراق. قبل أزمة الخليج ودخول العراق على الكويت بأشهر معدودة راح يزور خواله، وما كان عنده علم ولا كان أحد يدري عن هالغزو. فكان عند خواله وعنده شاري له مزارع في العراق وشاري له أراضي وعايشين بخير يعني، ويروح ويجي بين خواله وبين الكويت. طبعا زوجته كويتية وعنده ولد منها. هاك المرة اللي راح فيها للعراق وقاعد مع خواله بدأ غزو العراق للكويت. فطبعا هو كويتي وموجود في العراق وانتم عارفين الوضع الآن. فقاموا خواله وأخفوه وضعوه في مكان أمين، لأنه كويتي وجنسيته كويتية وتواجده في العراق، والحين غزو والآن بدأت الأمور يعني سبحان الله تضطرب، والحدود سكرت والأمور سبحان الله صعبة جدا، ولو مسك هذا ربما أنه. فقعد عند خواله 3 شهور إلا أنه طقت جوله ما يبي يرجع. هم كانوا في البداية يظنون أنها بسيطة وبترجع وبيصير فيها حلول سياسية، ولكن الولد لا، شاف أنها بتطول وهو يبي عياله ويبي أهله. فقال خواله أنا أبغى أرجع. قالوا له وين ترجع؟ البلد ماخوذ وأنت الآن في ظروف صعبة واسمك كويتي ونمسكوك والله أنت روح فيها. حن عليهم قاموا خذوا له طريق خطة معينة على أساس يهرب منها إلى السعودية ويجي عن طريق السعودية للكويت يروح لها. سبحان الله عدم سماع لنصح خواله الكبار في السن وطلعته هذا، يقول المركز الأول تعداه، المركز الثاني يوم جاب يدخل على السعودية مسكوه القوات العراقية. وش جابك هنا وش دخلك العراق ولا جنسيتك كويتي ولا الرجل طال عمرك، ويقومون يحققون معه ولا والله يستخدمونه كوسيلة ضغط ويحكمون عليه بالإعدام أنه جاسوس. أعوذ بالله. ويدخل سجن أبو غريب في العراق. نعم. طبعا سجن أبو غريب غني عن التعريف، الرجل محكوم عليه بالإعدام وموجود في السجن، ومحاكمته ما أخذت وقت بسيط إلا هو تم الإعدام، تم الحكم على طول. الرجل ما يدري وش خواله داري انه سجن، لكن ما عندهم والحراسات مشددة على السجن ولا في أي واحد يتواصل مع هذا الرجل. خوالي موجودين، أنا عندي أملاك في العراق، يحاول يبرر لهم رافضين، وضعوه من ضمن الناس اللي متجسسين على الكويت. كل يوم ينتظر هالإعدام. قام يسأل الناس اللي في السجن من هو اللي يقدر يساعدني من هالضباط، من هو اللي أنتخيبه، من هو اللي أقدر أخذ حقي منه. قالوا عندك هذا العقيد زهير. العقيد زهير هذا يستلم 5 أيام في الأسبوع، كل شهر يستلم 5 أيام قائد للسجن هذا. فإن جاء هذا الرجل ممكن يفيدك. يقول صار كل ليلة يطلع عند باب السجن، العقيد زهير جاء ما يردون عليه، أنت ايش تبيبه، أنت مدري إيش، أنت خلاص عليك الإعدام. يقول حن عليهم حتى أن الأمر وصل إلى العقيد زهير. قالوا يا عقيد زهير في سجين كل ليلة يدورك، كل ليلة يصيح باسمك. قال جيبوه لي. جابوه. يوم جابوه وش عندك أنت؟ قال أنا محكوم علي بالإعدام وأنا والله لا سويت شيء، وهذا خوالي وعندي أراضي وعندي مزارع في العراق، وأنا رجال يعني عند خوالي ولا أدري عن غزو، وش دراني عنكم؟ وبيك تخفف حكمي فقط من الإعدام إلى المؤبد، خلني سجين لكن لا تعدموني. إذا كنت تستطيع الكلام هذا أنا مستعد أقدم لك اللي أنت بيه. قال له زهير ارجع زلزاتك يصير خير. سلم نوبته زهير وجاء بعد شهر ورجع بعد 5 أيام. قال نادوا لي السجين. يوم جاء نادوا السجين أنت وش عندك في العراق؟ قال عندي مزارع عندي أراضي. كأنه يعني رضي أنه يأخذ هالمزارع مقابل أنه يخفف الحكم.
الاتفاق اللي تم بينه. ولكن قبل ما يسوي هالأمر لازم يتنازل خالد للمزارع وهذه للعقيد. فسوى خطة وطلعه معه من السجن وجابه عنده في البيت. ويوم جاء البيت، ولا البيت كبير وفي حراسات خاصة بالعقيد، وهذا العقيد كان محسوب على القوات هناك. يقول فأدخله غرفة خاصة وصار اللي يخدم عليه زوجته وبنته، ما يبي الحراسات يدرون عنده سجين. على فكرة طلعه لابس جندي كأنه عسكري في السجن. قال زوجته وبنته هذا وضعه سجين ولا أحد يدخل عليه لا من الخدم ولا من الحراسات، أنتم استلموا أكله وشربه. وكان مربط اليدين والرجول إلى أن جاء موعد الإفراق، فراح وكلم خاله. والأراضي والعقارات هذه كانت باسم واحد من الخوالة. قال يا خالي، قال نعم، قال أنا الوضع كذا وكذا وبيك تفرغ الأراضي باسم العقيد زهير على أساس يخفف الحكم عليه. قال خاله ابشر خلاص خلها تجي وخله يجي. وانا يوم جو للعقيد قالوا له خلاص الرجل يحتريك. قال لا ما بيها باسمي، ابيها باسم بنتي. هذا العقيد عنده بنت واحده اسمها رغد، فارسل رغد الى المحكمه وتم تحويل جميع الاملاك باسم رغد. هنا العقيد خلاص تاكد ان الامور صحيحه، لكن ما كانت نيته انه يخفف الحكم، لان الحكم هذا صادر وواصل على مستوى الرئاسة، يعني مو على مستواه. لكن كان يبي يقول هذا الرجل ميت آخذ أنا العقار وآخذ هذا. فسجن عنده 5 أيام حتى يجي دوريته ويرجع ثاني مرة للسجن. البنت تجي وتغذيه وتأكله وتشربه لكنه مربط. فتبي تعرف ايش قصة هالسجين. يوم سألته قال أنا كويتي. قالت وش جابك هنا؟ قال علمها القصة كاملة، والنبوس خذ مني الأراضي وسجلها باسمك علشان أنا يخفف الحكم. راحت لأبوها قالت يا أبوي أنت بتخفف الحكم؟ قال لا يا بنتي. وشو لا تتكلمين مع السجين؟ قالت لازم أعرف يا أبوي، أنا وحيدتك وأخاف يصير شيء ولازم يكون عندي خبر. قال إيه أنا ماني بس باخذ أراضي وباخذ مزارعه وبرجع للسجن ويحكمون عليه بالإعدام. قالت والله ما يصير، أنت ما علمتنا القيم هذه. تقوم وتزعل على أبوها زعلا شديد. والله أنت شوف له حل، يا تطلق سراحة يا أنا أروح أعلم في الرئاسة. والله ما خليها الرجل هذا يجينا بهالطريقة وتاخذ أراضيه ومزارعه. الأبو درن بنت شهد. قال أنا شلون أحلها؟ قالت شوف لك واحد متوفي ودخل السجن وطلع على أنه خالد، وقال أن السجين اللي عندنا فلان فلاني قد توفي وسجل الأوراق باسمه وخلى عندنا ندبر احنا. قال والله أنها ضايعة وجبتيها. كلم له واحد من المستشفيات قالوا عندنا سجين مصاب من إحدى الدول وميت إلا شوي ويمكن يموت بكرة. قال إذا ما تبلغوني. توفي هذا الرجل. أرسل له سيارة إسعاف وجابه ودخل السجن وحطه في زنزانة خالد وسوى الأوراق وطلع في نوبته على أن خالد توفي. طلعوا له شهادة وفاة ورفعت على أساس أن خالد توفي في السجن ودفن. خالد وينه؟ عند البنت. المهم خالد جلس في هالبيت الحين طول، والبنت والأم قاموا يخدمون عليه. قال يا بنتي الحين انت ورطتيني في الرجال، انا السجن الحمد لله رتبت اموري معاه، لكن هالرجل اللي عندي ورطتيني فيه. قالت يا ابوي لازم نلقى له حل. قالوا شو الحل؟ قالت بنهربه للسعوديه ويطلع من هناك يدرب امره. جت له وقالت له يا خالد حنا ان شاء الله باذن الله. قام خالد ظن انهم خادعينه لا البنت ولا الابو. من خلال المده طالت وفي نفس الوقت خذوا اراضيه ولا سمع منهم وعود. فحاول انه قال انا اذا جت البنت بخطفها واحط لها سكين في حلزها ولا شيء واخليها رهينه لين امه اطلع من هذا ولا يعلمون وش انا عليه. الرجل مستوموت، ما جاء حكم بالبراءه او حكم بالتخفيف. فكان عنده مزهريه وهو مربط، كسر المزهريه وخذ قطعه منها، لكن هالقطعه شقت يده صارت دمان تنقط. يوم جت البنت اثرها جايبه عباء وشيله بتلبس اياه بتهربه ولا الدمان تنقط منه. قالت وش فيك؟ انت بتنتحر؟ قال لا والله ماني منتحر بس اني انا. قالت لا ابشر بعزك وان شاء الله بتطلع من هالكلام. لا والله الموضوع تغير عليه. ربطت الجرح واعتنت فيه، جابت عندها حارس شخصي مربيها وهو كبير وهي صغيره. قالت شوف هذا الرجال ابيك توديه على الحدود السعوديه، والله يا نصيب شيء لا عاد ترجع تراك بتموت. وكانت قويه البنت. قال ابشري، وتلبس خالد العباه والشيله وتركبه مع الرجال وتعطيه بطاقه من ابوها عدم ممانع، لان ابوها كان يعني مسؤول في الحزب البعث.
وقالت للشاي للخالد، قالت شوف يا خالد انت بتروح الحدود السعوديه، واذا خلصت حفظك بيت شعر تعطيه السواق يرجع لي. جاب لي السواق بيت الشعر فانت في امان، يعني عرفت انك في امان ولا خدعك، وما جابه تراني بذبحه. وهذا من ذكاء البنت. قال حفظني اياه، حطته بيت الشعر وارتسبته مع الرجال هذا عسكري ومع بطاقه وسياره تابعه للدوله، ويقطع هالمراكز كلها لين جاء الحدود السعوديه. قال شوف هذاك المركز السعودي الله يعينك تمشي لك 10 كيلو، روح سلم نفسك وعلمهم انك هاك الرجال. وهذا اللي عذرني. قال اصبر، في بيت شعر عطتني اياه رغد، تراك ما رجعت من بيت الشعر تراك بتموت. قال تكفى يا معود عطني اياه. قال هو يحفظه البيت وهذا يرجع وهذا يروح. الرجال هذا خوينا مشى لين جاء المركز الحدود، والله اني ناسي الحدود السعوديه والكويتيه، لكنه جاء المركز الحدود ويوم شافوه ويمسكونه على طول، يوم تحققوا من هويته له كويتي وهذا وضعه وهذا وضعه، وفرحوا فيه ورحله له. وعلى قولة القال يوم جاء له زوجته كانت حامل وجابت بنت ومسميت البنت أسر اللي هو من أسر زوجها. إيه. فقال لا بنغير الاسم ونسميه رغد. شوف الواقع. قالت ليش؟ بنت صدام رغد. انت بتسميها؟ قال لا رغد اسم عام وانا احب هالاسم هذا. ما علم زوجته عن فعل هالبر البطولي لا. وشال معروف المرأة هذه. طبعا الحمد والشكر لله رجعت الامور ورجعت الكويت، وقام ينشد خواله عن هالمرأة. وش اخبارها؟ قالوا تزوجت لها رتبة عالية. الله. وش علومها؟ قالت والله كل شيء امورها تمام. عاشت رغد في العراق وهو عاش في الكويت، ولكن يتواصل معها عن طريق خواله. علومها قالت امورها زينه، الى ان جاء عام 2003 اللي طال عمرك طيحت الحكومة العراقية. رغد كانت محسوبة هي وابوها على هذا، اخذ بيتها، والحقيقة يعني صار وضعها سيء جدا. زوجها قتل، ابوها اصيب في ظهره بطلق رائعي، امها قتلت في الظروف هذه كلها. صارت مع ابوها في بيت شعبي ضعيفه وظروفها صعبه. الله. واللي ينقل الاخبار الخالد منهم الخوال، حتى انها صارت تبيع خردوات في السوق. وقبل ما يتوفى زوجها كانت حامل، قعدت معه 16 او 15 سنه ما جابت عيال. اخر سنه حملت وجابت ولد وارسلته مع خوالها في سامراء، وعطتها مصاريف، وهي تشتغل تكد على نفسها وعلى ابوها في هالبيت الطين ومنحاشه على اساس ما حد يكتشف. خالد سأل عنها، قالوا ترى هذا وضعها وزري. قام يرسل فلوس الخواله، قال انت ابوها تفقدوها شوفوا وضعها. قالت هي لواحد من خوال خالد انا يا معود ابي لي بيت بس مكيف، لان ابوي مريض وتعبان وظروفنا صعبه. قام خالد وطرش لها هاك الفلوس واستاجروا لها هاك البيت، وكل ما احتاجت عطوها. تسأله تقول انتم ليش تساعدونا يا خوال خالد؟ ما تدري وش السالفه. قال احنا نتفقد المحسنين والضعوف ونعطيهم. مره مرتين ثلاث، يوم جاء ذاك اليوم ولا الوضع صار قوي في العراق. خوال شو اسمه خوال خالد خالته اللي تربيه توفيت، وخواله راحوا لاحدى الدول الاسكندنافيه شمال العالم. فقامت رغد تبي تسافر هي وابوها مع خوالها ولا عندها امكانيه. فكلمت الرجال قالت في امكانيه؟ قال ابشر بشوف. دق على خالد قال يا خالد، قال اقول شوف الجواز طلعها للاردن وتسفرها اليوم قبل بكره اللي انت بيه حاضر. حتى انه صرف عليها اكثر من 600,000 ريال سعودي، ما يعادل 600,000 ريال سعودي. طلعها الاردن هي وابوها وسفرها حتى وصلت للسويد. هي دولة في السويد الظاهر. يقول يبقى السويد يستقبلونها خوالها وتعيش هناك معززة مكرمة مبسوطة ولا خير ونعمة. صار يتواصل معها خالد صار يتواصل معها الخال. قالت شوف استحلفك بالله ليش سويت فينا مبالغ كبيرة انت تصرفها علي. بعد الحاح شديد وبعد اخذ الاذن من خالد قال هذا الرجال اللي جات في البيت واطلقتي سراحه هو اللي يتتبع اخبارك ويقول ما لحقنا ربع فعلها فينا. الله المستعان. مهما سوينا هي هذه انقذتني من الحياه وتراني خادم لها. المرأة قامت تبسي، ذكرت خالد، ذكرت الموضوع هذا كله. بوس دارت الايام، زوجة خالد جاها علم من الخوال انه يصرف لها على حربة غريبة. فيوم شافت الحولات وسمعت ان البنت مسمى عليها من الخوال، طبعا الحريم يتناقلون الكلام هذا. رفعت هي وعيالها، هي عندها ولد وبنت،
قضيه ان الرجل مفرط وانه قاعد يصرف وعمره الحين في الستينات. نعم. فجاء خالد قال ترفعون عليه قضيه، قالت هي تصرف على حرمه اكثر من 600 700 الف ريال، يعني فيما يعادل الظاهر 400 الف دينار او والله اني ناسي، او 40,000 دينار. ها 40,000 دينار او 40,000 دينار. اي نعم. قال يا بنت الحلال هذا موضوع مالكم خص فيه. المهم حاول، جاء ولده الكبير قال ولدي هذه المرأة اللي انا اصرف عليها هذه اللي سوته، لو بعد الله ما سوت ما هالمرأة ان ما تشوف ابوك على قيد الحياة. نعم. هذا فعلها معي وهذا فعلها معي، والله ما ادري ايش اجازيها يا ولدي. قال الولد خلاص يا ابو انا اتعذر منك، لكن المرأة لا زالت في شدتها، فصار طلاق بينه وبين المرأة. الله المستعان. عاش مع عياله فترة ثم راح للسويد. ترى على فكرة تواصل مع رغد لأنها أخذت رقمه واتصلت عليه بعد ما علمت أن خالد هو اللي يصرف عليها. نعم. فقال شوفي لا ينقص شيء في هالدنيا وانا اخي، تراه غني وبخير وبنعمة. والله كفو. قالت ما قصرت، ابي رقم حسابك احول لك الفلوس، لان الحمد والشكر لله الفلوس اللي معنا والخير اللي معنا خير واجد. قال والله ما يلحقني قرش ولا ني، وانت راعية الاولى. الحقيقة عقب ما طلق المرة قعد له فترة سافر للسويد. يوم جاها وتستقبله وتسوي له كرامة مع خالاتها وخوالها، ابوها طبعا توفي. المهم جلس معها طلع معها طلعتين واستأنس منها سنة وخطبها وتزوج. الله يبارك فيها. وصار طال عمرك زوج رغد، وهالحين عايشين في السويد مع بعض والامور تمام، واسال الله العلي العظيم ينفع بالقصه. واسف للاطاله يا الله يسعد، ولكن والله القصه لها روح. نعم. وجازت لي وحبيت انقلها للمشاهدين ولمثلكم وشرواكم وكحل فيها المجلس الكريم. شرواك الطيب. ولكن والله المعروف ما يضيع يا ابو دين. نعم. وهذه الفائده من القصه ان المعروف ما يضيع، واجمل ما بالقصه ان ما فيه منهم واحد رجع انه يرد له المعروف، لا الحرمه ولا الرجع. على فكره في نقطه نسيت اذكرها، تراها رجعت جميع المزارع الخالد الخوال خالد. الله المستعان. يعني قال ترى المراه هذه وهي تراها وهي على ذمه الضابط. اي نعم. قبل ما تفتقر راحت للخوال قالت هذا حرام ولا يجوز، رجعت المزارع والاراضي كلها الخالد، وهذا مما زاد وفاء الخالد. الله اكبر. الله يعطيك العافيه ابو عبد العزيز. هي الامور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءت وازمان. ساءت وازمان. الانسان في